أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة اليوم، وهي عن موضوع حلقتنا عن البيفت تيبل. البيفت تيبل هو أداة سحرية جدا في الإكسل، من أهم الأدوات اللي أنت هتتعلمها في الإكسل. ليه؟ لأنها مستوى تاني من الفلتر، بتعلمك إن أنت تكستمايز الداتا بتاعتك بشكل أدق وبشكل أوسع. تقدر فيها إن أنت تعمل فيها كذا فلتر في نفس الوقت، حسب المكان، حسب التاريخ، حسب الأشخاص، حسب البرسنتج نفسها، حسب أي حاجة، حسب الكاتيجوري، زي ما أنت تحب. ماشي. البيفت تيبل هيسهل عليك حاجات كتيرة جدا. لو أنت عندك كذا فرع في كذا مكان، عندك كذا منتج، تمام. فالبيفت تيبل هيخليك توصل للبيانات بسرعة، يقدر كمان يحسب لك إجمالي البيانات من غير ما أنت تقعد تعمل معادلات وكده. هيوفر عليك حاجات كتيرة، آه، مش هتحتاج إن أنت تقعد تكتب فيها بإيدك. تمام. يلا بينا كده نبدأ. عملنا لكم كده تيبل بسيط بنتكلم فيه عن الأوردرات، موجود فيه المكان والمنتج والتصنيف بتاعه، موجود عندي التوتال سيلز والديسكاونت والبروفيت وهكذا. طيب، يلا بينا كده. أول حاجة قبل ما نبدأ في البيفت تيبل كده، عايز أعلمكم حاجة بسيطة. إحنا أول حاجة كده عايزين نخلي الجدول فورمات از تيبل تبع الإكسل نفسه. إيه فايدتها؟ إن هو هيسهل علينا الفلتر شوية. ماشي، أول حاجة هنعمل إيه؟ هندوس كده على سلم معين، وبعد كده ندوس كنترول اول عشان نحدد لي الجدول كامل. بعد كده نقول له فورمات از تيبل، نختار مثلا الشكل هنا طبعا ماي تيبل هاز هيدرز، فهنحط طبعا علامة الصح عليها عشان يجيب فيه اللي هو الحاجات اللي فوق ديت، الاوردر والديت والحاجات ديت اللي موجودة في الهيدر. تمام. وهو الرينج بتاعي هنا، هو حدد لي ايه الجدول بتاعي اللي احنا حددناه في الاول. نقول له اوكي. فضاف لي هنا ايه؟ ضاف لي هنا عندي هنا في كل جدول هتلاقي عندك حط فيه فلتر كده، هو بقى بيفلتر كده زي ما اتعلمنا قبل كده. ماشي. طيب، إيه بعد كده نقدر نعمله؟ آه، هنيجي بعد كده على الهوم نفسه. ماشي. الهوم نفسه، نحدد الجدول كامل عشان نبدأ نضيف البيفت تيبل، وهنيجي على انسيرت وندوس على بيفت تيبل. تمام. آه، بيقول لي هنا تيبل رينج تيبل 1. ماشي، انت ممكن هنا عندك حاجتين، ممكن هنا تحدد الجدول بتاعك على اساس النيم بتاعه او على اساس الرينج. على اساس الرينج، مثلا لو قلنا هنا على اساس الرينج فهندوس على ده مثلا، فنقول له مثلا ايه التيبل المكان ده كله، وبعد كده تدوس على السهم ده. تمام. طيب، على اساس النيم، احنا هنا ما سميناش الجدول، تعالى كده نسميه وبعد كده نرجع نعملها تاني. ماشي. هنقول له هنا كنترول اول، نرجع هنا للهوم تاني. كنترول اول، ونقول له هنا نسميها مثلا ايه، وليكن سيلز، نقلب انجليزي، سيلز. ماشي. ونقول له كنترول اول انسيرت بيفت تيبل، ونخلي هنا مثلا اسمه ايه، وليكن سيلز اللي احنا قايلينها. ماشي. طيب، ايه اسم الجدول بتاعي. طيب، عايزين بعد كده نختار هنحطه في نيو ورك شيت ولا اكزيستنج ورك شيت. لا، احنا هنحطه هنا في نيو ورك شيت عشان لسه ما عملتش ورك شيت تاني. ماشي. ونقول add this item this data to data model، ونقول له اوكي. فنلاقيه هنا فتح لي هنا صفحة جديدة. تمام. اسمها شيت 1. دي شيت جديدة هيبدأ يضيف فيها الايه البيفت تيبل بتاعي. تمام. دي طريقة. طيب، ممكن انا اعمل طريقة تانية. اقول له هنا ديليت كده، شلناه. نعمل ايه تاني؟ ممكن هنا نيجي نقول له هنا، هنقول له تاني انسيرت بيفت تيبل. ماشي، تيبل 1 نخليه بحاجة تانية اسمها existing worksheet. existing worksheet دي بتعمل ايه بقى؟ existing worksheet دي بتضيف فيها، انت عندك worksheet معينة وهتحط انت فيها بنفسك. فهنجرب كده بايدينا. هتختار فين؟ هنختار مثلا في الورك شيت دي مثلا زي ما هي كده، والمكان مثلا وليكن هيبقى هنا مثلا، تاخد بالك. وندوس على السهم ده، واد add this data to model to data model، فليه ضافها لي هنا. ماشي، ولكن انا مش حابب اعمل كده، تاخد بالك. فهرجع فاشيلها تاني. وادوس هنا كنترول زد، فكده رجعني تاني. انا هعمل ايه؟ انا هعملها في صفحة تانية. فدي بيفت تيبل، انا كنت بس بوريك بس ازاي تعملها. ونيو ادست داتا، اوكي. فاضافها هنا في شيت تاني اهو. ماشي. ادي اول حاجة، هو اداني هنا الجدول كده فاضي. هبدأ انا مع نفسي بقى اتعلم اضيف فيه اللي انا عايزه بالظبط. ماشي. اول حاجة هنشوف هنا مكونات البيفت تيبل.
البيفت تيبل عندي هنا بيتكون من اول حاجه هو عدد لي هنا البيانات اللي هتظهر، ماشي، اللي هي جوه الكونتنت اللي موجود جوه التيبل نفسه. عندي هنا الفيلد نفسه اللي بتوين الصفوف نفسها. عندي هنا فلتر، وعندي هنا كولومز ورو وفاليو. ايه الحاجات دي؟ الفلتر دي بتبقى في الهيدر فوق دوت لو انت عايز تفلتر على اسم معين او ريجن معينه، ماشي. طيب والكولومز عندي هنا الكولومز دي بتعرض لي عندك الأعمدة اللي جنب بعض. يعني أنت بيبقى عندك قيم، عندك values وcolumns. الcolumns دي مربوطة بالvalues. بتبقى أنت عشان مكونات الجدول أصلا في الإكسل بيتكون من عواميد. العمود هو اللي على أساسه بينزل تحت يحط يرص القيم بتاعتنا. إحنا مش بنرص القيم بشكل أفقي، لأ، إحنا بنحط هيدر معين الكولوم نفسها، وبعد كده بننزل إيه تحتها بباقي الداتا. تمام. والرو دي الصفوف بتاعتي. طيب أنا أول حاجة مثلا أنا عايز هنا على حسب مثلا نبدأ مثلا بالسيلز بيرسون، الشخص اللي باع، ماشي. دي اتضافت لي في الرو. وليه اتضافت في الرو؟ لأن دي حاجة ديت اسم مش فاليو. لو فاليو هتتحط في الكولوم، ماشي. بعد كده عايز مثلا على حسب البرودكت، ماشي، فيتحط تحت الشخص نفسه. نركز كده نبص في الجدول، هتلاقي هو عارض لي هنا الاسم الشخص نفسه، وتحته مين؟ البرودكت اللي هو ايه اللي هو باعها، ماشي. طيب عايزين بعد كده نشوف وليكن التوتال سيلز. فهتبص كده معايا هتلاقي التوتال سيلز هو حط فيه ايه؟ حط فيه عندي المبيعات اللي باعها بكام، اجمالي كام بالظبط، ماشي، وهكذا. فدي كده بتفلتر على حسب ما انت عايز، ماشي. طيب نكمل بقية الداتا. وليكن مثلا نحط مثلا كاتيجوري. طيب الكاتيجوري انا برضو في حاجه معينه هنا، انا مش عايز البرودكت. يعني انت هنا في الجدول ده انت بتشكل زي ما انت عايز. يعني انا عايز السيلز بيرسون بعده مثلا الكاتيجوري، فهدوس هنا، هدوس كده على الكاتيجوري واحركها لفوق كده اهوت. فليه هنا حركت كده؟ فبقى عندي هنا اسم الشخص نفسه والكاتيجوري، ماشي. كلوزنج مثلا تحت جاكيت وشيرت، الكترونكس في هيدفونز ولابتوب وفون، وهكذا، ماشي. طيب ايه كمان نضيف كده؟ نضيف مثلا البروفيت. فلاقي البروفيت هنا ايه؟ ضافوا معايا. تمام. تمام جدا. طيب تعالى بقى نعدل شوية. احنا عندنا كمان نضيف الديسكاونت بالمرة، ماشي. الديسكاونت بالمرة، ماشي. نعدل شوية في الداتا دي. الديسكاونت هنا ركز معايا، الديسكاونت هنا عرضوا لي بالمية، 5%، 10%، وهكذا. طيب انا هنا مثلا انا عايز الديسكاونت ده مثلا البرسنت نفسها هنا، البرسنتج نفسها دي انا عايزها مثلا تبقى ايه؟ في زيرو زيرو كمان، وهكذا. يعني انا عايز مثلا احط علامة كمان، ماشي. فبقول له هنا value field setting، فبدوس عليها. انا مثلا انا هنا عايز ايه؟ عايز اختار طريقه العرض، فاقول له نمبر فورمات، ماشي. واجي هنا على برسنتج، ماشي. عايز الديسيمال بليسز، عايز كام؟ عايز اتنين، يعني مثلا 5 علامه عشريه، 2 زيرو كذا، زي ما انت تحب. فاقول له مثلا اوكي، ماشي، وادوس اوكي. تاخد بالك؟ فليه هنا ايه؟ ضاف معايا الايه العلامه الايه اللي هم العلامه العشريه، حطت لي هنا 0 0. طبعا انا هرجع تاني اقول له كنترول زد، ماشي. فشلها تاني. طيب إيه تاني أقدر أعمله؟ ركز كده معايا. أنت هتلاقي كده في آخر الجدول هو بيعمل لك أوتوماتيك مع نفسه sum للفاليوز اللي أنت دخلتها. فلاقي مثلا تحت هنا، مثلا تحت السم بروفيت مثلا جمع لك هنا، تحت السم ديسكاونت ده مجمع لك هنا، وهكذا. طيب أنا في حاجة معينة أنا عندي هنا، أنا مش عايز يعرض لي أنا بعت بكام ديسكاونت. يعني هو هنا الديسكاونت دي برسنتج. أنا عايز مثلا أشوف الافريج مثلا بتاع الايه الديسكاونت نفسه. فاجي هنا على sum of discount وادوس عليها كده، وادوس value field setting. انا هنا مش عايز يعرض لي sum، لان انت هنا عايز احنا هنا مثلا في الجدول احنا لا، احنا عايزين نعرض مثلا يعني نسبة الديسكاونت كام، يعني في التوتال كله كام. فنختار حاجة اسمها افريج. افريج دي على مجموع الديسكاونت كله وتقسم على عددهم، فتجيب لي الافريج كام في اليوم. فهو وادوس اوكي. فالاقي هنا في الاخر عرض لي 9.33% دوت الديسكاونت. يعني انت عندك هنا في ديسكاونت 10، في هنا ساعات لا، وفي 7.5، وهكذا. فافريج كله انا بطلع في اليوم 9.33 ايه في اليوم. طيب عندي مثلا يونت برايس، هكذا. نضيف مثلا اوردر اي دي. في اوردر اي دي واضيفها دي كمان تحت الايه ده، تحت القيم. كل اوردر بيبقى لي اي دي. طيب انا عايز هنا خد بالك هنا في الاخر هو جمع لي، يعني هو كل اوردر ليه اي دي، هو جمع لي هنا عدد جمع لي هنا الايديهات نفسها. وده ما ينفعش، لا، ده انا المفروض
هشوف عددهم كام، يعني عدد الطلبات كام في اليوم. فهدوس هنا برضو على sum of order ID، وهدوس على value field setting، واختار هنا count، انا عايز اعرف عددهم كام في اليوم. ماشي، وادوس اوكي. فالاقي كده اليوم دوت جالي فيه 120 اوردر. ماشي. عندي هنا برضو فوق كده في حاجه اسمها all ديت، يعني انت بتعرض لك الجداول بتاعتك. انا عندي تيبل 1 تيبل 2 وهكذا. ماشي. ف... فانت مثلا لو انت هتعمل مثلا جدولين مع بعض وهكذا، فهتبقى موجوده عندك في all ديت. انت هتبقى هنا تتنقل بين الداتا نفسها وتضيف داتا من هنا لهنا زي ما انت عايز ساعتها. طيب، في حاجه ظريفه كمان، الفلتر. انا وليكن هنا انا عايز مثلا افلتر على حسب اسم، على حسب الكاتيجوري نفسها، او اقول لك خليها على حسب الديت. هضيف الديت مثلا هنا، ضفنا الديت هنا. انا عايز لا افلتر على حسب الديت، يعني انا عايز اعرف يوم كذا انا بعت ايه بالظبط. فاحط هنا في الفلتر ديت، اسحبها احطها هنا كده. فالاقي في الفلتر الاقي هنا عندي ظهر فوق هنا كده الديت. ماشي. هنا عارض لي الاول. ماشي. ابدا بقى انا ايه افنطها كده. طيب، الاقي هنا مثلا الايام بتاعتي، انا وليكن مثلا انا عايز اعرض بتاع يوم مثلا 9/1 بس. ماشي. اليوم ده بس، فاقول له اوكي. فالاقي هو عرض لي بتاع اليوم ده. عندي هنا الشخص اللي باع اسمه نور. باع هنا فود بريفيجز اللي هي بتاعة الكاتيجوري نفسها، وباع هنا كافي باك وهكذا. التوتال عرض للتوتال، والكاونت اي دي، كاونت في اوردر اي دي، عدد الايديهات كام. ماشي. هو هنا هنا طلب واحد وهكذا. ماشي. طيب، انا مثلا عايز مثلا ايه، فانا مثلا عايز لا يومين كمان مثلا، واختار ده وده وده الايام دي كلها مثلا كذا يوم مع بعض، فاقول له اوكي. فالاقي هو عرض لي في الايام ديت محدده زي ما انا عايز. ارجع تاني واشيل ال كل ديت، واختارهم كلهم مع بعض تاني، وادوس اوكي. نرجع تاني زي ما كنا. طيب، عايز الغيه، اسحبه تاني وارجعه هنا تاني، فشيلته كده من الفلتر زي ما انت عايز. طيب، ممكن نعمل ايه كمان؟ في عندي اداة تانية مهمة، حاجة اسمها insert slicer. insert slicer دي بتعمل ايه؟ دي برضو فلتر معينة، بس بطريقة أسهل شوية، إن هي بتحطها لك كده في الجنب، وبتختار وبتحدد بيها زي ما أنت عايز. أنا وليكن مثلا نحب مثلا على حسب الأوردر أي دي، وأدوس له أوكي. فألاقي هنا هو عرض لي الأوردر أي دي. أنا عايز مثلا الأوردر لأ بتاع رقم 1006 ده، فعرض لي الأوردر ده كان إيه تصنيفه إيه ومين اللي باعه وهكذا. فدوت أسهل كتير. ممكن أختار كذا أوردر مع بعض كده، فيحدد لي هنا كذا أوردر دول ويبدأ يعرضهم لي. ماشي. وهكذا. طيب، عندي هنا ديت إلغاء كلير فلتر، فادوس كده عليها أرجعهم لي زي ما كان تاني. ماشي. طيب. ماشي. طيب، ممكن نعمل إيه تاني؟ نرجع تاني للمحتوى بتاعنا تاني. أدي رجعنا الجدول ده تاني. ماشي. شلنا كده السلايزر نفسها. نضيف بقية الريجن وكاونتيتي. ماشي. واليونت برايس وهكذا. كملنا بقية الجدول بتاعنا وهكذا. تبدأ بقى أنت تحدد زي ما أنت عايز. ممكن أنت هنا ايه الفرق بقى، ناخد الفرق بين الروز والكولومز. ممكن انا مثلا هنا انا عايز مثلا على حسب الكاتيجوري احط في الكولومز نفسها، فاسحب كده واحطه هنا كده في الكولومز، فالاقي الشكل اتغير تماما. بقى هنا دلوقتي بقى بيخلي الكاتيجوري نفسها، انا كان عندي كلوزنج والكترونكس وفود اند بريفرز وفرنتشر وهكذا. فبدل ما كانت هنا تحت الشخص نفسه او تحت السيلز بيرسون نفسها كانت كرو، بقت دلوقتي ككولوم. فلاقي هنا عندي بص اتغيرت كده. فبقى هنا الجدول هنا بقى محدد اكتر. يعني انا مثلا عايز اعرف مثلا الفرنتشر مثلا اللي تبع مدينة الاقصر ده باع بكام، هنا 600. وهكذا. هنا مثلا هنا باع بكام وهكذا. وادي الجدول هنا، الجدول كبير بقى ايه ده، بدل ما انت تقعد تعمل معادلات كتير عشان توصل لحاجة زي كده، لا هو بيسهل عليك الموضوع ده. وفي الاخر خالص هتلاقيه هو حسب لك هنا التوتال نفسه كام وهكذا. فدي حاجة مهمة جدا، وانت بتصنفها زي ما انت عايز، يعني انت زي ما انت حابب. تمام. وهكذا. ابدأ بقى اعمل وجرب زي ما انت عايز كده. ماشي. شوف ايه اللي يناسبك وابدأ اعمله. بس الموضوع بسيط جدا يعني. محتاج بس ان انت تطبق بإيدك، وان شاء الله الموضوع يكون سهل جدا وبسيط، وتقدر تمشي فيه. وخد بالك يعني هو بيسهل عليك، انت بدل ما تعدل على تعمل فورميلا على التيبل الاساسي عندك، لا انت بتاخده في مكان تاني وبتبدأ تعدل وتعمل اللي انت عايزه وتختار زي ما انت حابب. بس ده كان موضوع حلقتنا النهاردة.
أتمنى تكون أنت استفدت، وأتمنى يكون موضوع الحلقة مفيد. إن شاء الله يكون مفيد. أهم حاجة إن أنت بعد ما تخلص تطبق بإيدك، وإن شاء الله تلاقي الموضوع سهل. ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وشير وكومنت وسبسكرايب، لأن ده بيساعدنا إن احنا ننتشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.